السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. تغلب المنتخب الوطني المغربي على نظيره الجزائري بحصة 28 مقابل 27 هدفا في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم السبت بقاعة أورلين أرينا بمدينة بوك في بولونيا برسم اليوم الثاني من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد. يذكر أن كأس الرئيس تجمع المنتخبات المقصاة في الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها حاليا السويد وبولونيا، وسيواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة منتخب مقدونيا الشمالية ضمن منافسات المجموعة الثانية. غاب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان عن تدريبات فريقه الفرنسي اليوم السبت، وحصل حكيمي على إذن من إدارة باريس للبقاء في السعودية بعد الفوز على فريق موسم الرياض بنتيجة من 5-4 مساء الخميس الماضي على ملعب الملك فهد الدول. ويتواجد اللاعب المغربي في السعودية لحضور حفل جوي أوردس لتكريم النجوم في كافة المجالات بمنطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات هيئة الترفيه السعودية. ومن المقرر أن يعود أشرف حكيمي للانتظام في تدريبات باريس سان جيرمان غدا الأحد تحضيرا لمباراة فريقه القادمة في كأس فرنسا.